السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على ايه الفرق بين البصل الاحمر والبصل الابيض وايه استخداماته، وده بيليق مع ايه وده بيليق مع ايه. اول حاجة يا حبايبي، اللي بيفرق البصل الاحمر عن البصل الابيض هو ان المادة السكرية بتكون عالية جدا في البصل الاحمر، وكمان بيتميز بصبغة اللي هي بتخليه لونه أحمر، صبغة نباتية ما بتكونش موجودة في البصل الأبيض. دي إيه الحاجتين اللي بيفرقوا. طيب ده بيستخدم في إيه وده بيستخدم في إيه؟ البصل الأحمر بيستخدم في السندوتشات والسلطات، وبيتاكل مع أي أكلة أنت عايزة تاكليه. ليه؟ لأن المادة السكرية بتكون عالية فيه، فبيستخدم في السندوتشات والسلطات وجنب اي اكله زي ما انت عايز. طيب امال البصل الابيض دوت فايدته ايه؟ فايدته في الطبخ بس، بيستخدم في الطبخ. ليه؟ لان نسبه اللذاعه بتكون اعلى في البصل الابيض، فعشان كده بنستخدمه في الطبخ. الماده السكريه بتكون قليله فيه، لكن فيه برضو ماده سكريه لكن بتكون قليله عن البصل الاحمر، فعشان كده البصل الابيض هو اللي بيستخدم في الطبخ، والبصل الاحمر هو اللي بيستخدم في السلطات والسندوتشات وجنب اي اكله. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.